عارفين كده شنب الكابتشينو اللي كلنا بنحبه؟ بصراحه مش ده اللي انا جايه اتكلم عليه النهارده خالص. اللي انا جايه اتكلم عليه هو الملازمه، ولازم نقول لها باي باي حبيبي باي باي. الملازمه دي يا جماعه حاجه كده من اسمها، هي حاجه مكلكعه ورخمه وسخيفه جدا وبتطلع في ثانيه كده. هي عباره عن ايه؟ فجاه نلاقي زي الشنب كده عباره عن لون غامق. عارفين كده لما بنتعرض للشمس ونلاقي دارك سبوتس حصلت في بشرتنا او بقع غامقه؟ هو بالظبط بتبقى حته هنا كده عملت لنا شنب كده دمه تقيل بسخافه مش عاديه. الملازمه دي لازم تروح من حياتنا. يلا بينا نعرف هنعمل ايه بالظبط. انا ليه بكلمكم عن الملازمه؟ عشان هي مشكله صيفيه متينه، حاجه كده بتنكد علينا بعد المصيف على طول. عباره عن ايه؟ انه لما بنتعرض للشمس بطريقه غير صحيه، بمعنى ان احنا مش بنحط السان بلوك المناسب على بشرتنا، او بنحب نعمل التان اللي احنا عايزين نعمله من غير ما نحط قبله السان سكرين، وده ليه حلقه جايه بالتفصيل لازم تتابعوها. الموضوع عباره عن ان وشنا لوحده عايز عنايه خاصه. لازم تشتري سان بلوك للوش يكون كده في شنطتك طول النهار، حاجه كده مقاسها صغير. عندك بقى تو اوبشنز انا جايبهم لك النهارده. يا اما تجيبي بيز لاين وده مناسب قوي لو الملازمه اوريدي طلعت، او تجيبي لاروش بوسيه كوقايه اصلا من الملازمه. طيب ايه الفرق؟ تعالوا اكلمكم عن الموضوع. السان بلوك بتاع بيز لاين اللي انا مختاراه النهارده هو التنتد شويه، يعني في لون بيج شبه شويه كده ان احنا بنحط فاونديشن او اي كريم يوحد لون البشره، فبالتالي الناس اللي طلعت لها ملازمه مش حبان. وكمان هو انتي رينكلز، فهو اختيار هايل للناس اللي عندها ملازمه، وطبعا ده لو اوريدي طلع. احنا عايزين بقى نعمل وقايه، تعالوا اقول لكم. لاروش بوسيه هو هنا مناسب جدا لمرحله الوقايه، احنا مش عايزين اصلا تطلع الملازمه، علشان كده هنحطه في شنطتنا. شايفين الحجم اللذيذ ده؟ هيتحط في الشنطه، هيبقى اغلى حاجه في حياتنا في الصيف. طبعا ممكن تستخدموا اي نوع سان بلوك بيريحكم، المهم ان انتوا تستخدموا العادي لو مفيش ملازمه، ولو اوريدي الملازمه طلعت نحاول نستخدم التنتد. كمان حلو قوي ان احنا ننقي الغسول يكون فيه سبيشاليتيز او انجريدينتس جواه بتفتح او بتعمل تفتيح او مكونات، زي مثلا هنا انا معايا كولاجرا، هو فيه فيتامين سي، فيتامين اي. فيتامين اي اللي بيدي النضاره او الجلو اللي احنا عايزينه. فيتامين سي بيساعد على افراز الكولاجين اكتر، بيساعد على توحيد لون البشره، بيعالج ويعمل وقايه، الاثنين مع بعض، ومناسب جدا لفتره الصيف. وطبيعي جدا ان احنا الروتين بتاعنا بنغسل وشنا، بعدين بنحط كريم مرطب، الصبح بنستبدله بالسان بلوك، بالليل بنحطه كريم مرطب. هنا بقى هنختار الكريم بتاع يوسيرين انتي بيجمنت، هو مضاد للبيجمنتيشن او التصبغ. حلو قوي لو عندي اي دارك سبوتس او تصبغ او غمقان او نمش زياده او ملازمه، هيكون اختيار هايل. كل يوم بالليل احط منه قبل النوم. والعلاج بقى السبيسيفيك او الخاص للملازمه المنطقه دي لما تغمق، ان انا اجيب كريم بايديرما بيجمنت بايو. الكريم ده هجيبه وابدا احط منه على هنا بس منطقه فوق الشفايف قبل النوم كل يوم، وابقى مطمنه ان انا هعالج الملازمه بطريقه كويسه جدا. طب لو انا هستخدم الكريم المرطب، بحط الكريم المرطب بعدين بحط البيجمنت بايو على المنطقه دي بس وانام. واخيرا بقى ميلا ماسك. ميلا ماسك من بي 8 فورمولا، اختيار هايل للتصبغ او الملازمه او اي مشكله بقعه غامقه طلعت لنا بعد ما تعرضنا للشمس جامد. فميلا ماسك من الاختيارات الهايله لعلاج الدارك سبوت، وخاصه النهارده احنا بنتكلم عن الملازمه. هو ماسك بنستخدمه من 10 دقائق لربع ساعه بالكتير. هو بيقشر، هو مليان اسيد احماض، زي كده ما بنروح نعمل بيلينج في العيادات. احنا عاملين حل كده بسيط ان احنا هنعمل البيلينج ده لنفسنا في البيت. نحطه على المنطقه بس اللي هي غامقه، ما نحطوش على الوش كله، ونسيبه 10 minutes بالكتير او 10 دقائق بالكتير، وبعدين بنغسله وهتدعوا لي بعدها. استخدامه بقى مش هنقول ان حاجه ثابته زي ما بنستخدم الكريم المرطب او كده، لا احنا بنستخدمه مره جاب نتيجه خلاص، ما جابش نتيجه الكافيه اللي انا عايزاها، يبقى ممكن بعد اسبوع اكرره تاني او مره في الشهر على حسب سنسيتيفيتي السكين بتاعي وعلى حسب انا حاسه باستجابه للمفعول ازاي. المهم ان احنا كده قضينا على الملازمه، عملنا لها حصار كده زي ما بيقولوا، من هنا غسول ومن هنا مرطب ومن هنا وقايه بالصن بلوك، وبعدين حطينا الماسك. فوداعا للملازمه، وزي ما قلت لكم باي باي حبيبي باي باي.